DJ Army Production. DJ Army Production. كابتن محمد يوسف باين في المؤتمر الصحفي زعلان، هل هو زعلان من الاهداف القليله اللي دخلت في مرمى الفريق الاثيوبي؟ هل هو زعلان من الفرص، كميه الفرص اللي ضاعت؟ هيقولوا محمد يوسف كسب 6، هيقولوا محمد يوسف كسب 7، هيقولوا في ارتياحيه المره الجايه. هو كمدير فني مسؤول عايز يبقى رايح ب3 4 تجوال، يعني ده من حقه، وبعدين بيضيع قدام عينيه. يعني لعيبته قادره، اللعيبه قادره ان هي تقدر تجيب ثالث ورابع وسادس، وعندهم امكانيات، وفي تصاعد في الحاله البدنيه. يعني الراجل باك رايت بتاعك بعد الضغط اللي هو شاله وحصل وامتنع من الهجوم لمده بتاع 30 دقيقه،
فلازم محمد يوسف يبقى زعلان، بس عنده ايجابيات، عنده هدفين زي ما قالوا الكباتن وانت قلت دول هدفين كبار جدا. كويس ما دخلش فيك هدف. هو في مخزون عند اللعيبه الحقيقه، واللعيبه انا حاسس في حاجه معطلاهم شويه كده نفسيا، يعني نفسيا بيبقوا الباص خايفين يتقطع، الجهد اللي معمول، الملعب حاسس انه تقيل شويه، في مجهود مبذول في المباراه دي بعيد عن الكوره، بعيد. زي فاكر احنا في اول المباراه قلنا ايه، عايزين واحد ضد واحد نعدي، ما شفتهاش دي غير ناصر ماهر. طلبنا من ناصر من عنده التوفيق النهارده وكلام من ده. في حاجات ايجابيات كتيره، بس من حق اي مدير فني انه يعني يبقى رايح، وهو رايح يلعب المباراه اللي جايه قدام جيما الاثيوبي دي يبقى مستريح. قاعدين يقولوا له نقص اكسجين، نقص. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.